السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة كليكوك. معكم مريم بركات. اليوم سوف أقدم لكم وصفة خبز الشاورما أو الخبز اللبناني أو الخبز الشامي أو العربي عموما. هو خبز يستعمل عادة في الشاورما. هذا هو شكله. بالنسبة للمقادير بالكاب وكذلك كأس العنبة سوف تجدونها أسفل الفيديو. سنحتاج إلى 500 جرام من الدقيق الأبيض. نحتاج إلى خميرة العجن أو خميرة الخبز، ملعقتين من زيت المائدة وملح، وكذلك ربع لتر من الماء الدافئ. أول شيء أقوم بوضع الطحين والزيت والملح. بعد ذلك سوف أضيف الماء تدريجيا حتى أحصل على عجين متجانس. يمكن كذلك عجنه باليدين، لكن يجب عجنه جيدا، يجب عجن العجين جيدا. بعد ذلك أتركه ليخمر لمدة نصف ساعة أو 45 دقيقة. هذا شكله بعد أن خمر. أقوم بوضعه على سطح العمل وأحاول تشكيل قضيب على هذا الشكل طويل. أحاول تقسيم العجين إلى كريات صغيرة. تعطينا هذه الكمية تقريبا 8 أو 9 كريات من الخبز الشاورما. أشكله على هذا الشكل. بعد ذلك أتركه مدة 10 دقائق حتى يرتاح قليلا. بعد ذلك سوف أطلقه على هذا الشكل وأسرحه بمساعدة تلك الأداة على هذا الشكل. هو خبز الشاورما أو الخبز يكون رقيق نوعا ما، أحاول أن أسرحه جيدا وأحاول أن لا أحدث أي ثقوب لكي ينتفخ العجين عندما أطهو. هنا أتركه ليرتاح مدة 15 دقيقة أو 10 دقائق. بعد ذلك سوف أطهوه في هذه المقلاة. أضعه على هذه الجهة مدة دقيقة أو دقيقتين حتى يتماسك قليلا، ثم أقلبه إلى الجهة الأخرى على هذا الشكل. لا أطهو كثيرا، مجرد أن يتماسك أرفعه وأقلبه إلى الجهة الأخرى. بعد ذلك سوف أستعمل هذه الشبكة ثم أضعه مباشرة هكذا فوق النار وأرفع النار يجب أن تكون الحرارة عالية. أقلبه على هذه الجهة وسوف يبدأ بالانتفاخ على هذا الشكل. هناك عدة طرق لطهو الخبز الشاورما. هذه من بعض الطرق، وهي في الحقيقة ناجحة وتعطي نتائج جيدة، لأن خبز الشاورما أو الخبز العربي يجب أن ينتفخ لتحدث تلك الفراغ ما بين العجين، فهذا مهم جدا. فمن نجاح خبز الشاورما هو ارتفاعه على هذا الشكل. لا أدري لماذا منظر الخبز وهو يرتفع يشعرني بالسعادة. منظر جميل في الحقيقة. هناك من يطهو أيضا في الفرن، ولا أظن أنا عادة يطهونه في الفرن الكهربائي، وحتى هذه الطريقة لا بأس بها. مهم ألا نطهوه كثيرا. بعد ذلك نضعه هكذا وسط بلاستيك غذائي حتى لا يجف، يجف بسرعة. يمكن وضعه في المجمد فهو يبقى لمدة طويلة، صالح للاستعمال، ونخرجه وقت حاجة استخدامه. أشكر متابعتكم. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر اشتراك أو سبسكرايب لتتوصلوا دائما بالجديد. والسلام عليكم ورحمة الله.